بمكونين 2 بس هنلاقي نفسنا بنعمل أحلى آيس كريم، وهنلاقي نفسنا بنشتريه ليه؟ لمّا إحنا أصلًا بنعرف نعمله بحاجة بسيطة ومن غير ما يكون فيه أي مواد حافظة، وكمان صحّي جدًا، جدًا. هنعمله مع بعضنا وهنشوف كمان بيتعمل إزاي، بس لو أول مرّة تشوفيني يا ريت ما ننساش نشترك في القناة. أول حاجة بنجيب الفاكهة، أي نوع فاكهة أنتِ حابة تعملي بيه، بس أهم حاجة يكون من الفريزر. أنا حطيت نُص كيلو من الفراولة، وحطيت نُص مَج إزاز عادي من الكريم شانتيه. الحليب أو المَيّة اللي إحنا حطيناه ده، أنا حطيت معلقتين من الحليب، ممكن بدالهم يكونوا مَيّة، بس الفكرة إن أنا علشان كنت محتاجة إن أنا يعني أخلّي الكبة كده تمشي حاجة بسيطة، لكن ده مش مكونات أساسي، تمام؟ بس، وبعد كده بصراحة دُقت الفاكهة كده لقيت إن هي كانت ماسخة، اضطريت إن أنا أحط معلقتين سُكّر، لكن لو الفراولة عندِك أو أي نوع لقيتيه مسكّر، أنتِ مش هتحتاجي إن أنتِ تحطّي السُكّر ده، يعني الحليب أو المَيّة وكمان السُكّر دول مش مكونات أساسية، تمام، وما ينفعش إن إحنا نكتّر حليب أو مَيّة لسبب، لإن إحنا لو كتّرنا الحاجات دي هنلاقي نفسنا لمّا يكون متلّج أوي هنيجي ناكل هنلاقي يعني متلّج زي مَيّة. إحنا عايزين لأ، إحنا عايزين يكون خام بالنسبة لنا إن هو يكون فاكهة أساسية. وبُصّوا الكريم شانتيه لمّا ضربناه كويس في الفراولة بقى عامل زي المطاطي كده بصراحة شكله، كمان طعمه حلو جدًا، جدًا. كده خلّصنا أول حاجة وهنحطه خلاص بقى في الفريزر. هنيجي دلوقتي في المانجا، برضه نفس الحكاية. المانجا بقى أنا ما حطيتش حليب أو مَيّة، ما احتجتش خالص لإني مشيت معايا على طول، علشان كده باقول نحاول إن إحنا ما نحطش حاجة فيها مَيّة، علشان لمّا هنيجي ناكل الآيس كريم هنحس إن إحنا بناكل تلج حقيقي، مش الفاكهة اللي هي بتكون هي فعلًا الآيس كريم. وحطيت بقى على نُص كيلو المانجا حطيت نُص كوباية الإزاز من الكريم شانتيه، وهنمشي بقى عادي وهالاقيها مشيت معايا طبيعي. خلاص كده برضه هي السُكّر لو احتجت سُكّر باحط السُكّر، يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا بتكون فاصل معايا السُكّر والحليب أو المَيّة، لكن غير كده أنا مش باحتاجهم أساسي. بس يا ريت تحاولي إن أنتِ لمّا تيجي بقى تفرميهم حوالي 5 دقايق، يعني ما تحاوليش إن هُم يكونوا أقل من كده، علشان الكريم شانتيه يعني يعمل الكريمة بتاعته شوية، علشان خاطر لمّا تيجي بعد كده تطلّعي وتيجي تاخدي الآيس كريم تلاقيه مطاطي معاكِ زي ما إحنا شايفين كده. ده مش موضوع التلج، ده بحوالي 5 دقايق قعدت أفرمه كويس، فعمل لي بقى إيه، يعني اللي هو أكنه مطاطي معايا، الآيس كريم الحلو أوي اللي إحنا بنحبه، تمام. طبعًا برضه المانجا حطيت لها بس معلقة، ما كترتش زي الفراولة، عشان لقيتها مسكرة حلوة، بس حطيت بس إيه، حاجة بسيطة. بُصّوا مطاطي معايا بجد مش يعني حلو بجد. خلّيكِ حوالي 5 دقايق مش أقل. آخر حاجة بقى ده الكانتالوب، تمام. الكانتالوب ده ما كانش عندي في الفريزر أساسي، بس أنا مسكته غسلته وقطّعته وشِلت منه البذور اللي من جوّه وحطيته في الفريزر. ده ما خدش معايا وقت خالص، خالص في الفرم بتاعه، بس في حاجة لازم نخلّي بالنا، هو ما خدش معايا مع إنه كان متلج برضه أنا مخلّياه يتلج جامد، بس في حاجة علشان هو أصلًا مَيّة أكتر من أي يعني عصير تاني أو أي فاكهة تانية، فأنا حطيت له بدل نُص كوباية من الكريم شانتيه، حطيت كوباية إلا ربع علشان خاطر يكون متماسك معايا أكتر من المانجا وكمان الفراولة، تمام. يعني الكانتالوب لو هتعمليه ما تحطيلهوش أي مادة خالص، مَيّة ولا حليب خالص، تمام. وكمان تخلّي بالِك إن أنتِ بدل ما تحطي نُص كوباية من الكريم شانتيه، لأ ده بيكون محتاج كوباية إلا ربع من الكريم شانتيه. وبكده خلصت وصفتنا، وأتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت نشترك في القناة ونفعّل الجرس.